قال أسلم ابن الكلب. فأقول سبحان الله، شوف النية الردية، ما كان قصده أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. من باب الطرفة طبعا. مبتعث أخبرني لما سافرنا إلى بريطانيا، قام هذا المبتعث مجتهد جزاه الله خير يدعو إلى الإسلام، ولكن في نيته شيء، يعني وجد فتاة جميلة إنجليزية بريطانية فطمع فيها يتزوجها طبعا، لكن بنية يدعوها للإسلام، فدعاها وطمع أنها إذا أسلمت يتزوجها. فذهبت، هي كانت متزوجة، علشان تنفصل من زوجها على بركة الله، مخطط هو علشان تنفصل ويتزوجها إن شاء الله. فذهبت هي على نيتها وأسلمت وأقنعت زوجها بالإسلام، وهو تحرى هذا المبتعث متى الجواب بكرة، متى بتجي، علشان يبدأ يفسخ عقدها ويتزوجها. فماذا حصل؟ أتت وبشرت هذا المبتعث المسلم، قال تبشرك أن زوجها دخل في الإسلام. فرجع كسيف البال مسود الوجه إلى زملائه، قالوا بشر، قال أسلم ابن الكلب. فأقول سبحان الله، شوف النية الردية، ما كان قصده أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ابتسم. موقف طريف آخر سبق أنه ذكر في بعض المواقف. نحن في فترة نتحمس إلى الدراسة في الغرب ونعدها شرف، لأنهم في النمو الحضاري سبقونا بلا شك الدنيوي، مثل ما كانوا يتشرفون قبل أنهم يدرسون عندنا في الأندلس أو إسبانيا قديما. فماذا حصل؟ يقول 2 من جزيرتنا من مملكتنا سافرا ومكثا في لندن فترة أيام، ولكن ما أتقنوا إنجليزية. فلما عادوا إلى أبيهم انكسف عند الجيران والجماعة، وقال سبحان الله ردوهم من هناك. قال الأخ لأخيه خلنا نرطن شوية ببعض الكلام ولو كان عربي، لكننا نخرجه مخارج كانوا إنجليزي. فجوا الجيران الصباح يفطرون، وقام الاثنان فقال إذا تكلمت أنا بالعربي أنا بثقلها لك الكلمة وأنت ترد علي بدون ما يشعرون عربي. قال ادغمها بغنة يعني. فجاء أحدهم قال أين كنت؟ قال كنت نايم. فهذه المسألة فهمها الناس، قالوا سبحان الله في أيام وقد أتقنوا الإنجليزي، كيف لو مكثوا؟ ابتسم. يقول لي أحد المشايخ أنه في أحد الدعاة ذهب إلى ناس نسأل الله العافية ممن يسهر على الخمر المحرم المسكر، وأتى إليهم سكرانين وفاقدين وعيهم، فأتى يبغى ينصحهم، صاح بهم وخلاص سكارى. فقال حرام عليكم. قالوا وعليكم الحرام لأنهم ظنوا أنه بيسلم يعني. ويقول لي أحد الأخوة أنه في المستشفى جو برجل مصاب بالعلاج، هذا مصاب بالمدمن مخدرات. فقال يا الأخو، جاء ذاك يحلل، عنده يحلل السكر، ويا الأخو هذاك فاقد وعي من المخدرات، وش جابك هنا؟ قال جيت أحلل سكر. قال السكر محلل، عاد حللنا الخمر، أما السكر حللوه العلماء وابن عثيمين حللوه. نسأل الله العافية، نعمة العقل لا يعدلها نعمة، أسأل الله يوفقنا وإياكم يحب يرضى. قصدي من هذا إدخال السرور، لأن نحن في الإسلام ديننا دين يسر ودين سماحة، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول له حقا. نحن بحاجة إلى النكتة البريئة وإلى البسمة في عصر أصبح الناس متوترين من الأعمال والأشغال ومن الحوادث والاتصالات. شكرا لكم وإلى اللقاء في بسمة أخرى. ابتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة.